وبعد حيرة كل يوم يا ترى هطبخ ايه، يا ترى العيله هتاكل ايه، قررت ان انا اعمل كده. كان عندي كيس في الفريزر، قمت جايه مطلعاه فاكك وغسلاه ومشنتفاه وحطاه مصفي وكل حاجه حلوه. وقمت جايه جايبه طاسه وفيها معلقه سمنه بلدي، ممكن زيت، ممكن سمنه، ممكن زبده، ممكن ميكس، ممكن اي حاجه انت عاوزاها. وبعدين هسيبها تقدح شويه واحط فيها، انزل فيها معلقه توم او 5 فصوص توم كده، بس مش عاوزاهم يحمروا، ما انا عاوزاهم بس ريحتهم بس مجرد تطلع كده، اقوم جايه نازله عليهم بالكبد والقوانص بتاعتي. هنعمل ايه؟ هنعمل كبد وقوانص. تمام، فيديو خفيف وبسيط وان شاء الله تستفادوا منه اي حاجه ولو كانت بسيطه. هنزل بقى عليه بالكبد والقوانص، اي كان هي كبد بس قوانص بس، اللي رايحك اللي عندك وعايز تعمليه اعمليه. تمام، حطي بقى كمون، حطي فلفل اسود، حطي ملح، حطي بابريكا، حطي 7 بهارات، ممكن تحطي شعرة سماق لو عندك. ممكن تحطي ايه تاني، اي نوع توابل بتحبيه وعايزه حطي ملح وكمون وبابريكا وكزبره وفلفل اسود اهم حاجه طبعا، وليمونه ونقطه خل. تمام، قلبيه بقى، تنيكي قلبيه كده لحد ما تسرد ميتها، وبعدين يقوم جاي شاربها تاني يعني. تمام، كل ده والنار عليه، لازم النار تبقى عالية. وبعدين قطعت فلفل الوان اخضر واصفر واحمر وبصل اخضر متقطع كده جوانح، جوليان. وبعدين طبعا مش هاخد كل الكميه دي يعني على دول، لا انا كنت بعمل حاجه كمان بس هتنزل لكم فيديو تاني يعني. كنت بعمل كمان شاورما. المهم كده خلصت الميه، كل دي دهون، هي خست عشان خاطر كان فيها دهون كتير القوانص يعني. نزلت بقى بنص كميه البصل، حوالي بصلتين، تقدر تزودي تكتري ما تحطش اصلا ان يريحك. نزلت بالبصل وقلبتها تقلبتين كده، وبعدين وطيت عليها وسبتها خالص. اغطي عليها بقى واسيبها 3 دقايق مع نفسها كده. اللي يوصل معايا الفيديو لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وكلمه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل ان شاء الله. كل ده طبعا وانا معليه عليها النار، ما هديتش لحظه، كنت بدوقها بشوف عاوزه ملح ولا لا. نقطه الخل حطيتها اهي، والليمونه هي ماشي. اختي قالت لي ان الكبد والقوانص مش قصدي الكبد والقوانص مش بتتغسل بعد ما تتقطع، عشان هي كانت عامله هي كانت متقطعت يعني، وانا رحت غسلتها، فقالت لي يا ريم مش بتتغسل، ما عدتش تعملها كده تاني. قلت لها حاضر. حطيت بقى فلفل الوان، وساعه ما احط فلفل الوان خلاص بقى اقوم جايه طافيه عليها كده خلصت. طبعا في الوقت بقى تقدري تجيبي عيش بلدي، تقدري تجيبي عيش فينو، اي نوع عيش عاوزه تجيبيها تقدري تاكلها بعيش عادي. دي جنة بنتي كانت جايه من الدرس وكانت بتحاول تساعدني يعني. تقدري تحطي عليها معلقه صوص وتفحميها، اللي ريحك اعمليه، شكلها تحفه ولونها تحفه، والالوانات بتاع الفلفل اللي فيها دي مخليها تحفه التحفه. فان شاء الله تعجبكم لو جربتوها. وبعدين بقى تعمل قدمتها جنب مخلل. تقدري تعملي سلطه، بس احنا مكناش عاوزين سلطه. تقدري تعمليها جنب مخلل، جنب جبنه، جنب بطاطس، جنب اي كان شيء، حتى لو طبق فرد كده في قلب المثل اللي عنده ده منظر الكبد والقوانص بتاعتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعملي الفينو، افتحي الفينو، قومي جايه عصر عليه بقى الليمونه كده، بصي هتحسي ان انت بتستقنيسي خالص. بألف هنا يا رب.